عندك شك ان الوقت اللي انا سجلت فيه الفيديو ده غير الوقت اللي انت سمعته؟ اكيد لا طبعا. واللي ياكد الساعه، يعني مثلا انا سجلته الساعه 8 وحضرتك بتشوفه الساعه 8 ونص وغيرك بيشوفه الساعه 9 وهكذا. ثانيه بس، انا عمال اقول الساعه. ايه الساعه دي؟ ما كانش ايام زمان في حاجه اسمها ساعه. امال كانوا بيستدلوا على الوقت ازاي؟ طب ما تيجي نشوف مراحل ونشأة تطور الساعه لحد ما بقت في ايد كل واحد فينا دلوقتي. وقبل ما نبدا لازم تعرف ان الساعات كان ليها اشكال كتير تعبر عنها وبالتالي طرق مختلفه في حساب الوقت. من أقدم الاختراعات دي هي المظاهرة الشمسية، ودي هشرح لك هي بتشتغل ازاي لأن اسمها غريب شوية. هي عبارة عن ساعة شمسية وأداة توقيت نهاري، عبارة عن شوية نقط وشوية خطوط مرسومة على صفيحة كده، وفي وسطها عصاية مستقيمة أفقية. بتحدد الوقت ازاي بقى؟ بتحدد الوقت عن طريق طول ظل العصاية الناتج من وقوع أشعة الشمس عليها، وده بيرجع تاريخها لسنة 3500 قبل الميلاد، وكانت منتشرة على نطاق واسع في الهند والتبت وأجزاء من أوروبا. وكانوا برضو بيحددوا منها الصيف والشتاء، لأن في الشتاء ظل الشمس بيكون طويل، أما في الصيف بيكون قصير. وكانت من عيوب الساعة دي إن مينفعش يعتمدوا عليها لو الجو مغيم. وعلى فكرة بتندرج تحت نوع اسمه ساعة الظل، اللي أقدم الأنواع منها كانت مصرية. المصريين القدماء اللي موقفوش لغاية هنا في إبهارنا. وهنا بيجي دور الساعات المائية، اللي هي أفضل وصف ليها هو النقش اللي كان لقوه على مقبرة الموظف الرفيع في البلاط الملكي أمين منحان. وده بترجع للقرن السادس عشر قبل الميلاد، وده دليل على إن اللي مخترعها مصري. والساعات المائية دي كانت عبارة عن أنواع، كان في منها مثلا عبارة عن وعاء في خرم صغير في القاع وبيطفو على سطح الماء، والخروم أو الثقوب دي بتسمح له إنه يتملى بمعدل شبه ثابت، وبتبقى في علامات كتيرة على جنابه. كل ما مستوى الماء يوصل لجزء فيها يعبر عن الوقت. أما أقدم ساعة مائية معروفة دي وجدوها في مقبرة أمين حتب الأول، برضه مصرية. ونيجي بعد كده للساعات الرملية، وبرضه في اعتقاد إن المصريين القدماء هم اللي صنعوها، وهي طبعا بتكون في واحد من الجوانب مليانة بالرمل وبتسقط بمعدل ثابت في الجانب التالي، ودي يمكن من أشهر الحاجات اللي احنا عارفينها. سنة 600 قبل الميلاد المصريين طوروا طريقة اسمها مريم، ودي تحديدا لمعرفة الوقت بالليل، بحيث ظبطوا اتنين من الخيوط، واحد مع نجم الشمال والتاني مع نجم القطب، عشان يطلعوا خط زوال سماوي بين الشمال والجنوب، وبكده يقيسوا الوقت بدقة من خلال مراقبة النجوم، وهي نجوم معينة وبتعبر عن الخط ده. والحقيقة بالرغم إن الساعات المائية كانت بتستخدم أكتر من ساعات الظل إلا إنها برضه ما كانت غير دقيقة. بعد كده موجود معانا الساعات الشمعية، والحقيقة مفيش مصادر محددة تقول لنا استخدمت إمتى وفين لأول مرة، بس أول ذكر ليها كان في قصيدة صينية سنة 520، واستخدمت كمان في اليابان لحد القرن العاشر الميلادي، وكانت فيها الشمعة المتدرجة تستخدم لتحديد الوقت ليلا. بالنسبة للساعات الشمعية الأشهر فتنسب للملك ألفريد العظيم، ودي كانت بتتكون من 6 شموع مصنوعة من 112 جرام من الشمع ارتفاعها 12 بوصة، وفيها علامة عند كل بوصة. كل شمعة بتاخد 4 ساعات على ما تخلص، وكل علامة 20 دقيقة. بعد كده الساعات ذات التروس والموازين. في القرنين العاشر والحادي عشر جه عمك تشانجوي، بنى أبراج الساعات وحط فيها تقنية الساعة القراءية، ودي كانت فيها الساعة بتطلع صوت عند كل ساعة. أما في سنة 1235 صنع المسلمين منبه بيشتغل بقوة دفع المياه للتنبيه على وقت الصلاة ليل ونهار في مدخل قاعات المدرسة المستنصرية في بغداد. أما بقى سنة 1277 في مخطوطة إسبانية وصفت لنا ساعة زئبقية بيستدل بيها على توصل المسلمين لتقنية الساعة الميكانيكية، وكانت المخطوطة برضه بتصف وجود ساعة مائية أسطوانية، وده كان أول تجربة حقيقية للساعات الميكانيكية. بعد كده طوروا الساعات الشمسية. في سنة 1524 صنعوا أول ساعة شمسية من العاج، ودي ما زالت موجودة لحد دلوقتي. واستمر تطور الساعات حتى صنعت أول ساعة بندولية في القرن 17، حيث إنهم سنة 1670 اخترعوا الساعة ذات الصندوق الطويل، ودي نوع من الساعات البندولية. أما سنة 1868 تم اختراع أول ساعة يد، بس كانت نسائية كنوع من المجوهرات يعني. في سنة 1904 طلب الطيار سانتوس من صاحب الساعات الفرنسي لويس تصميم ساعة يستخدمها في رحلاته، وفعلا دي كانت أول ساعة يد رجالي. كمان كان الجنود محتاجين ساعة في إيديهم بدل ساعات الجيب علشان تسهل عليهم معرفة الوقت. بعد كده اتطورت وصنعوا ساعات يد إلكترونية فيها بطاريات تمدها بالطاقة، وبعد كده طوروا ساعات أكتر دقة من الإلكترونيات سموها الكوارتز. وبعد كده اتطورت الساعات لحد ما وصلت للي معانا النهاردة، ما بين الساعات اللي بتشتغل بالطاقة الكهربية والبطاريات واللي بتشتغل بطاقة الرنين ودي أكترهم دقة. طبعا دلوقتي بقى عندنا ساعات رقمية واللي بتبقى متوصلة بالتليفون أو الساعات السمارت يعني. وبكده نكون خلصنا رحلتنا مع الساعة النهاردة. استنونا مع اختراع جديد قريب.